لما نزلت البيت يوتيوب في ناس قالت مش بتعرف تقليه كويس، فحطيت هنا مكعب من الزبده وكميه بيض بقى اللي عندنا. مكعب الزبده الصغير ده بياخد بيضتين، تمام، بيضتين كبار. حطيت عليهم بيضتين ورشه ملح. انا عاملاه في طاسه البيض التيفال اللي ما بتلزقش، وممكن نعمله كده من غير اي اضافات، بس انا حابه ان انا اضيف شويه من الجبنه الشيدر باقي عندي. تمام. نبدأ بقى نقلب. النار متوسطة، مش عالية عشان ما تحرقوش بسرعة، ومش هادية عشان ايه ما ياخدش وقت يعني، وهو بيض في الاخر يعني ما مش محتاج. تمام. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم السوفليه والاومليت، وصفات كتير قوي بالبيض للناس اللي بتحب البيض المقلي يعني. استنى بقى الجبنه تسيح تماما. البيض هتلاقوه تحسوا ان هو طري، هو مستوي بس هو طري عشان الجبنه بس مش اكتر، لكن هو خلاص استوى زي الفل. الحته الصفرا دي من الجبنه. غرفته بقى بالشكل ده. هبدأ بقى اديله رشة من الفلفل الاسود. تمام. ناكله بقى مع عيش بلدي او فينو بقى زي ما تحبوا. ويا سلام بقى لو في حتة جبنة قريش بقى منتهى اللذاذة.